منتخب مصر يفوز على كوت ديفوار 3-2 ويصعد للدور قبل النهائي. اوعى تستهون بالمصري، اوعى تقلل منه. المصري دايما بيبان في الشدة، لعيبة محليين، لعيبة محترفين. منتخب مصر معروف في بطولة افريقيا، هو البطل 7 مرات وان شاء الله التامنة جاية. اوعى تستهون بينا ابدا، اوعى تستهون محمد صلاح وتقول عليه لعيب عادي ولعيب خلص ومبقاش عنده حاجة يقدر يديها لمنتخب مصر. محمد صلاح اسطورة غصب عن اي حد. اوعى تقارنه باي حد لعب قبل كده او لبس تيشيرت منتخب مصر. اوعى تقول كابتن بيبو، كابتن لهاليبو، كابتن ابو تريكة وكابتن شيكابالا. محمد صلاح في حتة لوحده. محمد صلاح ما يتقارنش بحد. محمد صلاح اسطورة، مش محتاج بطولة مع المنتخب عشان يثبت لاي حد مهما كان من هو ان هو لاعب كبير واسطورة مصر الاول. محمد صلاح واخد دوري ابطال، واخد كاس عالم اندية، واخد دوري انجليزي، واخد هداف دوري انجليزي كذا مرة. مش محتاج يثبت لاي حد. محمد صلاح بيثبت النهارده ان هو لاعب مش هيتعوض. وبقابلني بعد كده لما محمد صلاح يعتزل هتلاقي حد نقدر نتكلم عليه ونقول عمل وما عملش. محمد صلاح ودى منتخب مصر مرتين كاس عالم، صعد نهائي كاس افريقيا مرتين قبل كده، وان شاء الله تبقى الثالثه، والمره دي يرفع الكاس عشان يوقف لسان اي حد. محدش هيقدر يتكلم بعد كده عليك يا محمد صلاح. محمد صلاح اسطوره عالميه مش مصريه وبس، عشان بعد كده لو اي حد فكر يقارنه باي حد في مصر يبقى هو ما بيفهمش كوره، ودي اقل حاجه ممكن تتقال له. اما بقى بالنسبه لمنتخب مصر النهارده، حسام حسن لعب على القد ولعب على المستطاع بين ايديه، وعمل حساب كبير جدا لكوت ديفوار، وكمان الحظ كان بيسانده زي ما قلت قبل كده. حسام حسن من المدربين المحظوظين مع منتخب مصر، هدف في اول الشوط الاول وهدف في اول الشوط الثاني يوقف طموح اي منتخب انت بتلعبه، وهو ده اللي حصل لمنتخب كوت ديفوار. مبروك لمنتخب مصر، اللي جاي صعب وصعب جدا كمان. منتخب السنغال منتخب اللي لعبته كلها محترفين، وفي منها محترفين في الليفل رقم 1، وده بينطبق على نفس الكلام على باقي المنتخبات اللي صعدت في الدور قبل النهائي، نيجيريا والمغرب. منتخب مصر من المنتخبات اللي ما عندوش محترفين كتير، بس عندنا حاجة اقوى من اي محترفين، هي الروح والعزيمة اللي بتبان في وقت الشدة وبتبان في البطولات اللي بنمثل فيها اسم مصر. ان شاء الله حسام حسن يعمل حساب للماتش الجاي، وحظه برضو يشتغل معاه في الماتش السنغال، وبعد كده ان شاء الله نقرب لمنتخب المغرب، وهو ده توقعي. ان شاء الله نكسب السنغال ونقابل المغرب في النهائي ونرفع الكاس، ومحمد صلاح هو اللي يرفع الكاس عشان يأكد للناس اللي ما بتفهمش كورة ان هو اسطورة غصب عنه واسطورة عالمية كمان.